بابا توفاه الله، وكنت عايز أعرف هل ممكن أقضي عنه الصلاة لأنه ما كانش بيصلي، وكمان صيام شهر رمضان ممكن أقضي عنه، وإيه الأعمال اللي ممكن أعملها عشان ما يتعذبش في قبره وربنا يغفر له. أنت يا بنتي الكريمة أنت جزء من عمل أبوك، فكل أعمالك أوتوماتيك في ميزان حسنات أبوك، فاجتهدي في العمل الصالح من عبادة الله وإكرام الخلق وعمارة الأرض، وده أوتوماتيك، الولد من كسب أبيه. يعني أنت كلك على بعض كده عمل من أعمال أبيك، فعلى طول هتروحي إن شاء الله، وأمك طبعا أكيد، يعني أنت عمل من أعمال أبيك وأمك إن شاء الله. معرفش دليل العلماء تكلموا عنه، عن جواز الصلاة عن الميت، لكن جواز الصيام عن الميت فيها حديث. لما سيدنا النبي سئل عن أن أمي ماتت وعليها صيام، فقال دين الله أحق أن يقضى، فعرفنا أن ينفع أوهب صيامي لحد من أموات أبويا ولا أمي أو أيا كان. الصلاة لم أسمع للعلماء في ذلك دليل، وبالتالي لو هو ما كانش بيصلي نبعت له بقى إيه، استغفار ودعاء، ونعمل له عمرة، ونطلع بعد ما نحج، احنا حجة الإسلام نطلع نحج له، ونعمل له كولدير مية ووصلة مية، ونصرف على طلبة العلم، فيروح له حسنات تنجيه من تقصيره إن شاء الله مع الله. وإن شاء الله ربنا يكون ببركة صلاح حضرتك استقبله برحمته.